انا كده انا مش طايق ان انا امسك الشعرات. فركزي الله يبارك لك. اوعي تعملي المكوى بزيت، اوعي تعملي المكوى بسيرم، اوعي تعملي المكوى بكريم. شعر ما يكونش مبلول، يكون الشعر ناشف نهائيا من الميه. دي نصايح لوجه الله انا بعملها لكم او بقولها لكم، اعملي بيها ما عملتيش. معلومات بس يا جماعه الله يبارك لكم كده قويه بالنسبه للمكوى للراجل او الست عامه، يعني بنتكلم كشعر. بص يا ست الكل، بص يا سيدي الناس، المكوى لازم تتعمل على شعر يكون ناشف مبلول. يعني بصوا لحظه كده بس معلش، امسك كده تعال. نفترض ان احنا هناخد الخصله دي وهتبقى مبلوله ميه. طب تعالوا بصوا الشعر ايه اللي هيحصل فيه. قرب. سامعين اللقطه دي؟ في كده صدمات، في كارثه بتحصل. ان حضرتك تكوني متاخره على الشغل، او حضرتك تكون عايز تعمل البيبليس او المكوى في السرعه وطالع من الشاور بتاعك او واجري. اقسم بالله في دمار. يعني الحركه دي تحصل كده دمار. حركه ان حد يقول لك برضه احط سيرم عشان اعمل تغليف للشعرايه. كل الناس كلامهم على حق وانا على باطل، بس لو عندك او عندك ثقه 1% من كلامي، اعملي الشعر ولا كريم ولا زيت. يعني بصوا ده زيت، ده زيت برضه بنفس الطريقه عشان برضه يبقى الكلام فعلي وواقع على ارض الحوار كله داير قدامكم. هنفترض ان انا حطيت نقطه زي دي. الزيت يا جماعه بطبيعته اصلا بيعلي درجه حراره المكوى زيه زي السيرم زي اي حاجه. بصوا شايفين اللقطه دي؟ احنا كده انا مش طايق ان انا امسك الشعرات. فركزي الله يبارك لك. اوعي تعملي المكوى بزيت، اوعي تعملي المكوى بسيرم، اوعي تعملي المكوى بكريم. شعر ما يكونش مبلول، يكون الشعر ناشف نهائيا من الميه. دي نصايح لوجه الله انا بعملها لكم او بقولها لكم، اعملي بيها ما عملتيش بيها. مش عايز من حضراتكم بس غير دعوه لابويا وامي الله يرحمه، وان شعر الراجل ده يكمل على خير. السلام عليكم. نمبر 1 حبيبي يابا.